انت انت موجود في غزة بالفعل؟ اردني؟ اهو يا عم، في ناس بتقول اردني وفي ناس بتقول مين اللي يقول اردني؟ مش اردني عارف حد. اردني لا مو. انت قاعد فين حاليا؟ انت من وين انت؟ هلا اخونا ابو مازن الله يسلمك، وين تتوقع احنا قاعدين يعني؟ يعني شايف وين تتوقع يعني تتوقع المكان وين؟ نفسه يعني، انت حاليا فين موجود متواجد؟ داخل الاراضي الفلسطينية ولا برا؟ داخلها الحمد لله. يا الحمد الله. لله. انت متزوج؟ لا. ترى اللي بيتزوج في غزة بتورط. هلا اخونا ابو مازن حي الله فيه. لا مو متزوج، ان شاء الله يجينا يوم من الايام تخلص هذا الغمة. انتوا تعرفوا شو بتصير عنا او هيك اجواء ولا كيف؟ ما هو اللي بيصير عندكم صعب الحكي. صح. صعب الحكي، ربنا ادري يوفقكم. يا اخوي، ادري. يعني انت مش متجوز بس معاك اسرتك اكيد. اه بس انا صرت مو هان يعني، مش هان يعني. مو هان. مش عندي يعني. شرفنا يا اخ الله تعالى يلطف بكم، وائل، الله صح؟ يسلمهم وائل. جميعا. اه صحيح، وائل الله يسلمك اخونا ابو الفهد، اهالي عظمه على عظمه المصريين، ده احنا نحبكم، قلوبنا معاكم. ده السند المصري، اذا ما كانش في ظهرك حد مصري والله بتقلق في الحياه. الله يسلمهم اخواننا. اسمع، لازم نيجي على مصر احنا. تمام. نيجي على مصر. طبعا عند اخونا عبد الرحمن، نفسي اكل البط المشوي. لا، بس انا ببعت لكم مزرعة من هنا. تعرف انه تعرف آه، آه، امرار يعني، انا اتكلم معك طبعا كاخويه تمام، واتمنى الكل ما يفهمش انه احنا نحكي كلام على شيء ثاني، احنا نحكي كلام في داخلنا. تمام اخواننا، ما حدش يعني يقول تعرف شو نفسنا؟ نفسنا هيك من الاشياء اللي من البطه هاي المشويه، هذول اشياء اختفن عنا، فيش بط احنا عنا حاليا. مستوعب؟ فيش بط، فيش مندي، الدجاج نزل بس يوم الجمعه عنا، دخلوه مقالب، بس ده دمه خفيف والله. ادري أبو ادري الله ادري عنه. طيب، هو ف دلوقتي ال ال طبعا الحياة متوقفة كلها، صح؟ خلاص احنا وقفت الحياه كلها، افهمك، احنا اعطيك صوره كيف احنا بنطلع على العالم من شباك صغير. تمام، شباك صغير هيك، وبنزعق للعالم، هينا معاكم هينا. قليل من العالم تيجي تقولنا اهلا وسهلا فيكم وتواسي فينا، تعمل هيك اشياء. قليل، وجزء من العالم هيك، لكن احنا نصبر، وثقة الله فينا. شوف للعلم، احنا فينا راحة ممكن في اي ناس مو الراحة هان موجودة في القلب، والحمد لله، رغم قلة ربنا الاكل، ربنا يصبركم. رغم كل و- الاشياء، بس احنا و- اللي احنا وفرجه بعملنا قريب، فيه. على فكرة. اه آه، اه انا هلعب جولة تاني معاك، وال300 اللي عندي يا شباب عند وائل، وكل اللي كان شايل وردة لأبو فهد أو شايل حاجة لأبو فهد يبعتها لوائل وكأنه بعتها لي 10 مرات. بس بدي انوه لهم كمان، والله اول حاجه انا مصدوم انه من الاشياء اللي انتم بتسووها، وثاني حاجه انا عندي 15 طفل يتيم، فاذا اي حد يقدر يوقفوا معانا، يساندوا معانا، وفي عندي طفل آه، جمعت له اموال، طفل عمره 4 شهور. تمام، هذا الطفل
انولد وما شافش ابوه. انا في عندي اللي ابن اخت ناجي وحيد، يعني في كل عيلته ما ظلش الا هو. بدون اي تفاصيل، احنا او غيرنا كله شايف وعارف وحاسس باللي بيحصل. فكل الموجود عندي يا شباب، كل الموجود عندي يتابع وائل. وحستأذنك، انا ممكن انزل لك الفيديو عندي على منصات تاني تبعي، وهبعت لك لينك صفحتي للتواصل. انا على فكرة عندي محبين كتير، ومعظمهم هيكونوا نفس طبع، يعني بيعشقوا حاجة اسمها فلسطين وبيعشقوا حاجة اسمها عرب. ف هتواصل معاك، وإن شاء الله نقدر نسعدكم على قد ما نقدر. ودي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر نخدمكم بيها حاليا في الوقت الحالي. بس وعد الله حق، هتلف هتلف هتلف، والأرض هترجع لأهله ولأصحابه، وربنا يصبركم. تعرف تعرف لما تكون بالنية مضغوطة، مم، وتيجي حد يهون عليها، انتوا قاعدين هيك هو تهونوا عليه. للعلم والله العظيم أنا ما بروح ناحية فيديوهات تخص غزة، عشان الواحد ما يحس بالعجز الكلي. يعني الواحد حاسس بالعجز من الأخبار اللي بيسمعها، مش عايز يشوف، عشان يعني يفضلوا فيه شوية يقدر يمشي بيهم على رجليه وكده. بس إن شاء الله، إن شاء الله فلسطين عربية، وفلسطين هترجع لأهلها، شاءوا أم أبوا هترجع، هترجع، وفي القريب العاجل إن شاء الله. والله انا الصراحة مبسوط كثير انه جيت معاي وطلعت معاي، لانه احنا امرار اطلع مع ناس صراحة بتهزأ. امرار انه تقول لك انه انتم هيك بشردوا عنا، لكن احنا لما نشوف عظمتكم ونشوف ناس واقفين معانا تهونوا علينا كثير. وقوفكم معانا هيك، انا بدي لو من البكا مو للرجال كان الواحد بده يبكي، لانه احنا لما ننبسط لما نشوف ناس واقفه معانا، ناس تتهون علينا، لانه احنا اللي نشوف امر عظيم. فمش قادرين نشكركم على اللي انتم واقفين فيه، على اللي انتم قاعدين تسووا معانا فيه، على وقفتكم معانا، على الاشياء اللي انتم واقفين فيها معانا. لما نشوف حد جاي يواسينا واحنا وانت تعبان، انت تكون كمية الضغوطات الحياة فوقيك، تصير صيبة قشعريرة. فالله يكثر. ربنا ينصركم إن شاء الله، وربنا يرحم موتاكم، ويشفي جميع الجرحى. يا رب. هانت، يا رب. والله هانت يا أخ وائل. ما كانش جيلنا هيبقى الجيل اللي ورانا على طول، يعني قربت، واختبار من ربنا. هو تقيل شوية، بس اختبار إن شاء الله. لا آخره والله خير، شوف احنا آخره خير إن راضيين. شاء الله. راضيين والله راضيين. والله من ناحية رضا راضيين، من ناحية فرج أنا أقول لك يعني هذول الأشياء راضيين فينا احنا. أنا يعني احنا ربنا كان قبل ما تبدأ هاي القصة، كان عندنا ربنا معطينا، كان عندي بيت، أرض، كان كل سبل الحياة ربنا اللي معطينا إياهم. يا ساتر هاي قصة. انتوا الحياة ربنا المعيشية ازاي يا وائل؟ الأكل والشرب والحاجات دي. الحمد لله. احنا بنشرب عن طريق التبخير، لأنه احنا حاليا مفيش سولار إنه نشغل فيه مواتير أو فيش كهرباء.
فنشتغل عن طريق التبخير. الكهرباء عندنا طاقات شمسية، نجيب مي من البحر، نولع عليها نار، وبنحط فوقيها حديدة هيك بتكون طنجرة عملتها في ذهب. الجيش. فلما تطلع البخار يطيح هذا احنا نقدر المي هذه عبال ما تبرد نشربها. يعني هاي المية هايها، هذه قنية مية، لكن هذه بس من المطر مجمع. هاي من المطر مجمع، الحمد لله والاكل يعني. الاكل ايه وجبة ظروفه بقى؟ واحدة. انت كنت بتقولي نفسي في البط والحاجات دي أنا يوم الجمعة من هو الوحيد اللي أكلنا فيه دجاجة، 6 دجاجات جبنة. أنا عند 40 شخص كانوا عليها. لكن الحمد لله، أكثر من 40 كمان، في ناس جيران أخذوا مرق. احنا فيش البط الأشياء هذه، ما ضل إشي منهم. ما فيش بط، ما فيش. عارف اعذرني في هالكلمة. خلينا نوصل صوته بس رسالة من عندك. احنا اللي بتعبنا وبخلينا نبكي والله لما نشوف ناس تنزل اكل، واطفالنا يقولوا نفسنا ناكل هذا الاكل. لما تلاقي ناس هيك تنزل هتاكلوه ان شاء الله يعني وفي ارضكم. احنا ما فيش. بس لكن احنا 6 دجاجات سعرهم غالي. احنا حاليا بناكل طريقة الأكل عندنا بناكل وجبة واحدة في اليوم، في متوفر بطاطا، في متوفر أشياء، بس لكن احنا بدخلوها إلنا أولاد جيراننا، وأنت عارف شو يعني أولاد جيراننا هم اللي بدخلوا الأكل. تمام. بدخلوه بسعر غالي عشان إنه خلاص أنت تمل وتطلع. احنا موجودين في الشمال عشان تطلع. فبيجوا أمرار من طرق اللي بيجوا بيقدموا لنا إياها، بيجيبوا لنا لأنه عارفين إنه إحنا فيش عنا أكل. بيجيبوا بحطوا أكل مسمم، أكل لحم ومسمم، بيرموه إلنا إنه أنت تيجي تعال كله هاي. أو بيجيبوك يعني كثير أشياء يعني لو بدك تحكي. بس إحنا والله إحنا الإشي اللي أنا أنا من ناحية أكل بصمت، ومن ناحية أشياء بصمت أشياء كلها يعني. بس لكن الواحد ما يصمد بسبب الأطفال. لما نجيك أنا عندي ابن أخت ناجي وحيد يعني، بيجي هو بحب الأكل. بيجي بيقول نفسي في هاي، تلاقيه هو حاضر على نفسي في هاي الأكلة. فأنت لما بناديني هو يابا، أبوه ميت وأمه ماتت، بناديني يابا يابا يابا، هذه بدي هاي الأكلة أنا. أنا لو أنت كنت جبل ح... حتروح يعني لو كنت جبل عالي حتنهار. لما نجيك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أوجعنا كثير وهجتنا كثير المشكلة. والله هتاكلوا كل الاكل اللي نفسكم فيه آه، وفي والله ارضكم، يوم مش الجمعة في أنا ارض وأخوي حد تاني. بجناح. للعلم أنا والله وأخوي يا اخ وائل، بجناح. ما فيش مصري ما يتمناش ان هو يستضيف اكتر من اسرة فلسطينية، بس احنا برضو عايزينكم على ارضكم عدة اسباب لعدة اسباب. وصمتكم وضحكتكم، انا بشوف الاطفال انا و هاي اليوم والله، وانا اتمنى اكون على قيد الحياة عشان ابقى اول واحد يعني يسارع في الخطوة دي. بس زي ما انت عارف بيقول لك لله الامر من قبل ومن بعد، بس هاي اليوم. صح. والله تحياتي من ناحية ليك يا وائل، وكل اللي إن شاء الله. عندي وعند وائل يعملوا له متابعة، وانا هتواصل معاك وان شاء الله خير. أو تمام، هو تواصل مع عبد الرحمن كمان يعني. والله حبيبي، ورسالة نلقاك لكل على خير. صعيدي، رسالة لكل صعيدي: دمتم ودامكم الله، ما شاء الله عليكم. واحنا نفتخر فيكم. الفيديوهات اللي بتبين غادي اغلب اهل غزة بيشوفوها وشفنا كثير. وشكر كبير لك انك انت اعطيتنا جزء من وقتك انه اقدر اوصل صوتنا، نقدر
نوصل رسالتنا للعالم. شكر كبير ما نقدر نتوصى لك. إن شاء الله ربنا يفتحها عليك دنيا وآخرة، وربنا يكثر من أمثالك، الناس اللي تيجي تسمعنا، والناس اللي تيجي تكون معانا. وشكرا لكل حد مصري، شكرا لكل صعيد، شكرا لكل حد مسلم عربي، شكرا لكل حد بشوفنا وبسمعنا. بارك الله في كل حد من ما جانا من طرف أخونا أبو الفهد. الله يسلمك أخوي أبو الفهد، تحياتي، ولا حاجة. ونلقاك على خير إن شاء الله إن شاء الله قريب أخوي أبو العاجل الفهد، ولا يهمك. وإن شاء الله تستضيفنا، وأنا هجيب لك معايا البط والوز وكل حاجة. أنت تعال ونستضيفك، نحطك مو بعيوننا، بنحطك